بما اننا في الشارع كده وسقعانين وجعانين، انا مش قادره اروح اعمل اكل. انا عايزة اكل. انت انا عايزه تاكلي حاجه تعالى خفيفه؟ ناكل حاجه خفيفه. كشري؟ لا تعالى كشري؟ معايا، تعالى معايا. يلا بينا. بست مازن بقى بما اننا كنا جعانين وما لقيتش احلى من قصر الكباب جه فرع مدينتي ناكل من عنده كده يا دوبك حاجه تكفي فردين. طبعا ما ننساش اشهر حاجه عندهم شو الملوخيه، وفعلا يا جماعه كان طعمها خطير. ندخل بقى على قسم المشويات وقسم المكرونه الوايت صوص، دي كان طعمها في حته تانية، والشاورما دي كانت خطيره. وما اقولكوش على السمبوسه والحمام بقى كان طعمهم حلو جدا. واحلى حاجه ان الحاجه كانت مستويه جدا، الفراخ كان طعمها خطير. هنا كنت باكل مازن حمام علشان ينسى اللي انا عملته فيه، وطبعا باين علينا قد ايه كنا جعانين وان الاكل كان حلو جدا. طبعا اهم حاجه بالنسبه لي ان حور تكون مبسوطه وان الاكل يكون عاجبها. وعلشان يكمل بقى الانبساط طلعتها الكيدز اريا، ودي كانت احلى حاجه يا جماعه. انكم هتبسطوهم وانتوا كمان تنبسطوا وتقعدوا تريحوا دماغكم كده شويه مع كوبايه الشاي الخطيره دي. انا ومازن بقى نتجاوب